صل على الحبيب. يرحمك الله. يا حودة أنت بتقول يرحمك الله ليه؟ مش المفروض يا بابا لو حد عطس نقول له يرحمك الله؟ يا حودة احنا نقول له يرحمك الله، بس نقول له امتى؟ انت يا بابا. نقول له لو هو رد وقال الحمد لله. لو هو عطس وقال الحمد لله نقول له يرحمك الله. لكن لو هو ما قالش الحمد لله ما نقولوش يرحمك الله، ما نردش عليه. احنا بنرد على اللي يقول الحمد لله. ليه يا بابا؟ ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ايه؟ إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فليقل له أخوه يرحمك الله. فإذا قال له أخوه يرحمك الله يقول له يهديكم ويصلح بالكم. إذا كان اليهود لما كانوا بيبقوا موجودين عند الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا بيعتصوا مخصوص علشان ينتظروا منه ويترجوا منه إن هو يقول لهم يرحمكم الله، عشان لو كان قال لهم كده عارفين إن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام مستجابة. لو كان قال لهم يرحمكم الله كانوا ضمنوا كده الرحمة من الله سبحانه وتعالى، ما كانوش دخلوا النار. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش بيناولها لهم، كان بيقول لهم إيه؟ يهديكم ويصلح بالكم. كان بيدعوهم للهداية والتقوى والإيمان والدخول في الدين الإسلامي، عشان كده كان بيدعيهم ويقول لهم يهديكم ويصلح بالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. عن أبي موسى قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول لهم يهديكم ويصلح بالكم.